الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معي استاذ محمد الدعيجي. بذاته. معك تهاني من البنك العربي، وقت اتصالي مناسب؟ جدا يا اخت هاني. شكرا لك استاذ محمد. هلا تفضلي. استاذ حضرتك عميل معنا في البنك العربي؟ ما انا بعميل، انا عبد موحد لله، عمري ما كنت عميل لاحد. استاذ عفوا، اقصد انك تتعامل مع البنك العربي. ايه، لان الدنيا صارت كلها عملاء والعياذ بالله، وانا لا اقبل ان اكون عميلا، بل عبدا موحدا لله. صحيح اخت هاني. تفضل استاذ محمد. تسمحين لي يعني بمساحه ضيقه اتحدث بها معك، طالما انه يعني انت ما شاء الله عليك ازلت الحواجز اللي بيني وبينك وبشكل سريع جدا. اخت هاني، انت فتاه مسلمه، يعني اختي في الله، صح ولا لا؟ صحيح استاذ محمد. انا لو لي زوجه او عندي اختي معي ولا لا، ما اقبل انها تتصل على رجل وتتكلم معه، اي والله. لذلك انا ما اقبل انه انت تكلميني، والله يا اخت هاني. يعني يا زين المراه، يعني عذوبتها وروعتها لما تلتزم بكتاب الله وتلزم بيت اهلها وتسمع وتطيع لزوجها وتحسن تربيه ابنائها، وكل ما تعرف نفسها وتصون نفسها ما حد يسمع صوتها ولا حد يعرف اسلوبها ولا مستوى ادراكها، كل ما كانت قيمتها بالافاق عاليه ثمينه قيمه. اسال الله ان الله يهديني انا وياك، قولي امين. امين. عندك مشكلة معينة بالبنك مستعد أحل لهم طبعا. ليش؟ لأنه أنتم كلكم مشاكل في البنك، وضعكم منهار جدا. ليش؟ ما بني على باطل وباطل، بنوككم تقوم على الربا والعياذ بالله، فطبيعي أنكم تصيروا متبعجين وحالتكم حالة تتصلون على بالقايلة تبون يفزع لكم. أستاذ محمد، العرض حاليا بخصوص التمويل الإسلامي، حاليا البنك مخفض نسبة الأرباح. عفوا استاذ محمد، انا حابه اقدم لك العرض، حاب تسمع العرض بخصوص التمويل؟ تفضلي يا اخت هاني، انه ايش عندكم الا ما اسمع. استاذ على حسب راتبك راح يكون مبلغ التمويل 46,000 ريال. ايوه. والقسط الشهري 944. يا اخت هاني طحوتونا وسويتوا بنسوات ما يعلم بها الا الله. يا اخت هاني، اتصالك بحد ذاته بمثابه القصف على الفرد عشان تتصلين تلقينه مستوي. لو تقولون له قرض مليون وتسدوا 10 مليون قال هاتوا. اخت هاني. تفضل استاذ محمد. عطي البطاقه اللي عطاك تدعي على مكتبهم، وخذي عباتك تستري وتسجل بيت اهل، وقولي ابرأ الى الله من هذا النظام ومن هذا الاقتصاد ومن هؤلاء القوم. تسمعيني والله اني نصح لك، ويوم القيامه لو وقفنا امام الله ان شاء الله تقولين جزاك الله خير نصحتن. انا والله اقدم لك عرض ازين من العرض اللي تقدمينه، تقولين لي 46,000، انا بقدم لك عرض ب 46 مليار حسنه بامر الله، وقد تضاعف الى اضعاف واضعاف. هناك الفوز العظيم وهناك الخساره العظيمه. جنه ام نار؟ اخت هاني، ما في رجل يقبل ان زوجته تتحدث مع رجل. انت الان طموح اي مرأة انها تكون ام وزوجة وتكون اساس لهذا المجتمع فردا وعائلة وامة. كيف اخت هاني يقبل زوجك انه انت تطلعين معه وتقولي والله اليوم انا اتصلت على 10 رجال اقنعهم بمشاريع معينة؟ اين رجولته؟ اين غيرته؟ اخت هاني، انت ما راح تقبلي برجل زيوت صدر ما له قيمه ما يغار عليك ويقبل انك تتحدثين مع اي رجل. اخت هاني. استاذ محمد عفوا، انا اتصالي في حدود العمل. ما في عمل، الاختلاط كله حرام. المرأة صوتك عورة الا عند ضرورة، معي ولا لا؟ انت الان تتكلمين معي، هذا باب فتح لمجرد ان يكون بيننا تحاور. الانسان ضعيف، انا نفسي كرجل مهما كان ايماني لمجرد اسمع المرأة اللبقة الناضجة عقلا شدني، وانت نفس الشيء. نحن بشر، عاطفتنا وهو صراع بين الفكر والعاطفة، النفس والنفس أمارة بالسوء يا أخت هاني. لذلك يا زينك لا منك حفظتي نفسك ورحتي لبيت أهلك وقلتي أنا ما أطلع إلا بالضرورة، ولا أطلع إلا بمحرم، ولا أخاطب أي رجل لا ليس بمحرم لي، معي ولا لا؟ ولا أتحدث إلا في أمر من منطلق قال الله وقال رسوله. وضعك دمار اخت هاني، وهو ناويين يدمرونك. وانت ليش يدمرونك؟ لا لشيء الا لانك مسلمه. لانك مسلمه انت المنطلق الوحيد لحلحله وفك هذه الامه، لان ارتباطنا قوي، ارتباط عقيده بفضل الله. لذلك هذه العقيده من اين يتم فكها وفكفتها؟ اسلوبين وطريقين، المال والنساء. فهمتي ولا لا؟ لذلك
خذي مني العرض هذا اللي يفوق عرضك بأضعاف المرات، معي ولا لا؟ اجد بطاقتهم واتركي هاي. كم يعطونك؟ 10,000. والله يا أخت تهاني ما لها قيمة. 10,000 لا تعني شيء أمام أنك تكوني محصنة لازمة بيت أهلك، حاشمة نفسك، وأنت إن شاء الله محشومة بإذن الله. كلنا نغلط وكلنا نقصر، وطبعا صارت عملية تسييسنا تحت دافع المال، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبتلى وفتنتنا في المال والنساء ورب الكعبة. لذلك لطيبهم واتركي وظيفتهم، هذه وظيفة ما تشرف. أنا الآن لو جيت بتقدم لك أخت ثاني كذا بات جنبك وأحسب نفسي إني رجل، وأنا أعرف إن زوجتي بتقوم الصباح تروح لعملها تكلم 4-5 رجال. من اللي يقبل؟ أنت تقبل؟ أنت زوجك تقبلين إنه يكلم حريم؟ أسألك بالله يا ثاني تقبلين؟ لا ورب الكعبة لا يمكن تقبلين. وإذا كنت تقبلين فهذا يعني أنك امرأة لا قيمة لك، لا غيرة عندك. وش أعذب ما في المرأة غير غيرتها وحفظها لزوجها وحفظها لنفسها ودفاعها وزوجها عن بيتها وعن عقيدتها وعن تربية أبنائها. احفظي نفسك، والله إني ما أطفلك بالقائلة. ما تلقيت راحة هذا الزمان. هذا الزمان ظهر فيه الفساد في البر والبحر والعياذ بالله.